أحب دائما أخذ آخر الكلام يعني. إيش كان يقول الأمير الوليد؟ في شيء، في مكافأة؟ لا ما كان في شيء، بس سألته سؤال معين وجاوب لي. سمو الأمير يتحدث عن المباراة وعن 3 مباريات الحقيقة بقيادة ماتورانا، يبدو أنها تخفف الضغط بشكل كبير على الإدارة من خلال النتائج الإيجابية. والله الحمد لله، يعني المدرب جاء ووضع بصمته على الفريق من مباراة الفتح، من بداية مباراة الفتح نظم الدفاع، والحمد لله يعني أنت لما تدافع كويس تقدر تسجل في أي وقت، والحمد لله اليوم يعني كان مستوى ونتيجة، وإن شاء الله نستمر على كذا. خف الضغط سمو الأمير عليكم؟ لا والله شوف، يعني احنا مستعدين نتحمل أي شيء عشان جمهور نادي النصر، وسنعمل ونعمل بإذن الله لإسعاد هذه الجماهير. الآن سمو الأمير، ما هي الأهداف اللي نقلتها لماتورانا، أهداف الإدارة النصراوية من خلال المسابقات اللي أمامك الآن؟ بماذا تطالب؟ على ماذا تحاسبه؟ طالب بتطور الفريق، يعني طبعا البطولات المتبقية الدوري صعب علينا نقطيا، لكن إن شاء الله في كأس ولي عهد أو كأس الأبطال بإذن الله، إذا تأهلنا لكأس الأبطال نحاول ننافس عليهم بإذن الله. سمو الأمير، بالتأكيد الحديث الآن كل يوم أنت تطالع الصحف ونسمع ونقرأ أسماء جديدة تنضم إلى النصر، تفصل أولا من سيغادر؟ الآن بينيو وعنتر يشاركان، هل سيبقيان أولا؟ بإذن الله باقين، عقودهم سارية، وبإذن الله باقين إلى نهاية الموسم. عنتر عنده موسم آخر، لكن إن شاء الله باقين، وبإذن الله نحضر 2 أجانب بإذن الله. طبعا في عجز مادي في إدارة نادي النصر، حنا طبعا نطالب أعضاء شرفنا بدعم ناديهم بإذن الله، وبعد ما نحل هذه المشاكل بإذن الله بنأتي ب2 أجانب. كم المبلغ اللي ممكن يسد العجز حتى تحضر 2 أجانب؟ والله ما أقدر أتحدث عن المبلغ، طبعا هذا بيننا وبين أعضاء الشرف، لكن نطالبهم بإذن الله بالدعم إن شاء الله. وجهات النظر قريبة بينكم سمو الأمير، بينك وبين أعضاء الشرف؟ نعم الحمد لله، يعني خصوصا في الفترة الحالية، بالعكس يعني احنا نتشاور معهم في كل شيء. في مراكز معينة محددة من قبل ماتورانا بالنسبة للاعبين؟ لا أتحدث عن أسماء، مراكز. والله إلى الآن يعني هو قاد الفريق في 3 مباريات، طبعا حيتعرف على الفريق في المباراتين القادمة قبل فترة التسجيل، وبإذن الله يعطي ملاحظاته ويعطينا المراكز اللي يحتاجها. أيضا سمو الأمير، ما طرح في الإعلام من أسماء، هل في شيء صحيح؟ مشكلة أسماء كثيرة تطرح في الإعلام، دائما نادي النصر هو اللي يتصدر الإشاعات بالنسبة للاعبين الأجانب، لكن إلى الآن ما حددنا بالضبط أسامي اللاعبين. محليا في شيء سينضم للنصر أم مكتفي؟ بإذن الله في محليين. في الفترة القادمة في محليين؟ إن شاء الله. أبي اسم أجنبي يا محلي يا أمير؟ لا ما أقدر أعطي أسامي، لكن ما فتحت فترة تسجيل، لما تفتح فترة تسجيل بإذن الله بتعرفون.